السلاح الفتاك ضد العناكب وصناعات الأنفاق. الأبامكتين هو مادة حيوية مستخلصة من بكتيريا التربة الطبيعية، بيشتغل كمبيد حشري وأكاروسي في نفس الوقت. بيمتاز بقدرته العالية على النفاذ داخل أوراق النبات. يعمل الأبامكتين كسم معدي أو بالملامسة، بمجرد ملامسته للحشرة أو أكلها للورقة المرشوش بيصيب جهازها العصبي بالشلل التام، بتقف الحشرة عن الحركة والتغذية فورا، وبتموت من خلال يومين ل3 أيام. بيختزن داخل أنسجة الورقة، وده اللي بيخليه فعال جدا ضد الحشرات اللي موجودة داخل الأوراق. بيشتغل على إيه؟ الأبامكتين متخصص جدا في القضاء على العناكب اللي هي الأكاروسات بجميع أنواعها، زي العنكبوت الأحمر، صناعات الأنفاق اللي بتدمر أوراق الموالح والطماطم، التربس والمن، النيماتودا في بعض الأشكال اللي بتحقن في الطرق. يوجد بتركيز 1.8%، وده الأشهر عالميا اللي هو اسمه الفرتان، أو تركيزات أعلى زي 3.6% و5.4% و10%. بيستخدم بمعدل من 40 ل 50 سم لكل 100 لتر ميه، إنما في أشجار الفاكهة والموالح 50 سم لكل 100 لتر ميه. بس ضروري إننا نغطي الشجرة بالكامل. ملحوظة مهمة إننا لازم نضيف زيت صيفي بمعدل 250 سم على 100 لتر ميه مع الأبامكتين لزيادة كفاءته لاختراق الورقة والقضاء على العناكب. إيه هي مميزات الأبامكتين؟ اقتصادي، كمية قليلة منه بتكفي مساحات واسعة، ثابت بمجرد جفافه داخل الورقة، مش بيتأثر بالأمطار ولا بمية الري، آمن نسبيا لو استخدم بالجرعات الموصى بها وفترات الأمان الصحيحة. نصيحة مهمة لما تيجي تستخدم الأبامكتين، نتجنب الشمس القوية لأن المادة الفعالة بتتكسر بالضوء الشديد. علشان كده خلي الرش دايما يا إما الصبح بدري أو وقت الغروب. في النهاية الأبامكتين مش مجرد مبيد، ده حارس لمحصولك من العناكب وصناعات الأنفاق. استخدمه صح في الوقت الصح وهتنسى مشاكل الأكاروسات تماما. لو عندك أي استفسار عن خلطه مع مبيدات تانية اكتب لي في التعليقات وهرد عليك فورا. سلام.